لقائدنا ولشهدائنا. طبعا والآن ندعو أظل الرشيد لإلقاء الكلمة الافتتاحية. الحرية الجسدية ما هي شيء أمام الحرية الفكرية، لأنه الإنسان الحر من الناحية الفكرية حتى إذا حطوه بين القطبان الحديدية كمان فهو راح يدلي بآرائه وبفكره وبفلسفته مهما كانت البذلة داخل البذلة مهما كانت قوية. وهذا أكبر مثال فكر فلسفة القائد اللي جاب لنا اياها ب5 كتب أخيرات، اللي احنا اليوم اتحاد الشعوب وتفعيل الفئة الشابة وبناء مستقبل ما بأكبر منه لكل شعوب الشرق الأوسط باتحاد الشعبين. اليوم احنا الشعب الكردي والعربي يدا بيد مشان نبني البلد اللي خربوا لنا الناس الخارجيين اللي اجوا. الجامعات الأوروبية انتشر بكل العالم وتأثرنا احنا كمان بهالتيار هذا. والقائد وجلان اللي اليوم واصل عمره فوق ال60 هو كمان كان واحد من هالشباب اللي تأثر بالبداية من هالحركة الشبابية. ممثلين عن حرية القائد عبد الله أجلان، نحن أخذنا على عاتقنا استيداع مثل كل السجناء الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم ضمن المحاكم الدولية، وقمنا برفع دعاوي كلنا على حدة بكل اسم. قام مكتب العصر برفع دعوى باسمه أو بحقه، وكلف نفسه محامي دفاع عن هذا السجين السياسي الذي تمت محاكمته بطريقة غير شرعية وليس من ال70 يحق له أن يطالب بحق الأمل، أي الخروج من السجن لإكمال بقية حياته بين أفراد عائلته وبين مجتمعه. ولكن طبعا الدولة التركية بالانتهاكات التي قامت فيها بحقوق هذا السجين لم تتم الموافقة على هذا الأمر، ولكن قمنا بالمطالبة ورفعنا عدة مذكرات للقانون الدولي من أجل المطالبة بهذا الأمر. البيان الختامي للمنتدى الحواري: في البداية الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم تلاها إلقاء كلمة افتتاحية لهذا المنتدى الحواري. ثم تم تطرق أنه بدأ تأسيس الحزب من الفئة الشابة والمرأة لأنهم هم العماد الأساسي لتحرير الشعوب المضطهدة والمتعطشة للحرية. وبدأت الطليعة الثورية من الجامعات الأوروبية لأن القائد كان لهم أثر، وأن القائد أبو كان من المحبين الثقيل ولحد ما له. وما تزال المقاومة مستمرة تحت فكر وفلسفة القائد التي بدأت بطاقة الشباب، والمؤامرة على القائد هي مؤامرة غدارة وخائنة وشاركت فيها عدد من الدول، وإن الشبيبة هم من يحررون ويدافعون عن وطنهم لأنهم هم المسؤولون، حيث قال القائد: بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة. وتلاها عرض تلفزيون عن المؤامرة للقائد وكيف بدأت على القائد أبو بالتعاون مع الدول المهيمنة والرأسمالية والفاشية التركية. وتلاها تحدثت المحامية من الناحية القانونية بأن المؤامرة الدولية هي عملية اختطاف ليس بعملية اعتقال، وإنما عملت عليه الدولة الفاشية التركي هو كان هدفها التوجه إلى الشعب الكردي وإخفاء وجوده، والانتهاك الممارس على القائد هو غير قانوني وغير جائز. وثم من خلالها تم النقاش حول رفع دعاوي بخصوص اعتقال المناضلين والثوريين. وتلاها تحدث لنا إحدى الدكاترة من مدينة رقة حول الوضع الصحي للقائد ومدى خطورة تأثير المكان الموجود فيه وتسبب الكثير من الأمراض، وحيث قدم لنا من خلال هذا المنتدى الكثير من المقترحات والآراء حول العزلة المفروضة على القائد أبو، وهي البند الأول: الحرية الجسدية للقائد أبو هي البند الأساسي لنا كحركات شبابية. والبند الثاني هو استمرار فعالياتنا من ندوات وعقد اجتماعات وإقامة مسيرات وإلقاء بيانات، وأيضا بعرض تلفزيون وتوزيع بروشورات وكتب عن القائد عبد الله أجلان. الحرية الجسدية للقائد عبد الله أجلان. عاش القائد عبد الله أجلان.